فأول لوجو في التاريخ مش بس اتسجل أول تريد مارك، ده كمان اتشهر عشان فنان كبير جدا مدمن بيرة قرر إن هو يرسمها في لوحاته. قبل نايكي وقبل أبل وقبل أي مفهوم اسمه براندنج، كان في شركة بيرة بيس بريوري، كانت شركة بريطانية وهي شركة متخصصة في صناعة البيرة. ده في القرن 19 كانت البيرة بقى مش مجرد مشروب عادي، دي كانت أسلوب حياة. سنة 1876 الحكومة البريطانية أعلنت إن هيبقى فيه قانون جديد لتسجيل العلامات التجارية كلها. ويليام بيس ده بقى صاحب الشركة، بس هو بقى فهم اللعبة دي بدري، والراجل ده بقى صحي من الفجر وراح وقف قدام مكتب تسجيل العلامات التجارية، وقبل المكتب ما بيفتح بساعات وقف واستنى لحد الساعة 8 الصبح، وأول ما الباب اتفتح دخل وسجل شعار. لكن النتيجة بقى إن اللوجو بقى تريد مارك، بقى رقم واحد في التاريخ، يعني يعتبر كده أول لوجو رسمي حرفيا. طب إيه بقى وصف اللوجو ده؟ اللوجو كان صادم جدا في بساطة، مثلث أحمر تحتيه كلمة باس هاند رايتر عادية جدا، ولا حتى كان فيها أي فلسفة ولا حتى زخرفة ولا حتى أي حركة. طب ليه بقى المثلث الأحمر؟ في الوقت ده كانت نسبة الأمية أو الناس اللي ما بتعرفش تقرأ كانت عالية جدا في الوقت ده، السوق ساعتها كان زحمة جدا والمنتجات كترت أكتر. حتى البراميل المنافسة للشركة بتاعت الباس برويري كانت شبه بعض، فكانت لازم علامة تتشاف من بعيد تتحفظ بسهولة وتكتبها على الخشب والحديد. والمثلث بقى معناه ثبات وقوة. طب واللون الأحمر معناها جذب وسيطرة. تعالى بقى نروح للحتة الكرييتيف، وهنا بقى كانت المفاجأة. اللوجو ده ما انتشرش بسبب التجارة، ده بسبب الفن. عمنا الفنان العالمي بابلو بيكاسو كان مهووس بالبيرة دي، بس من كتر حبه في البيرة بدأ إن هو يرسم لوحات ويضيف فيها زجاجات من المثلث الأحمر الشهير، وهو بقى من غير إعلان ومن غير اتفاق ومن غير حتى ما يقصد. بيكاسو عمل أقوى برودكت بلاسمنت في التاريخ، والنتيجة اللوجو ده دخل المتاحف ولوحات الفن والثقافات الشعبية، وما بقاش مجرد علامة بيرة عادية، دي بقت أيقونة بصرية. وشركة بيس ما بقتش بيرة بس، دي بقت حضور وثقة ورمز عمره ما يتنسي. ده درس براندنج خطير جدا، لكن قليل قوي بقى اللي يعرف قيمة الدرس ده. ويا ريت بقى نتعلم من الدرس ده ان لو اللوجو بتاعك قوي الناس هتسوق لك من غير ما انت تطلب. اول لوجو في التاريخ اتسجل واتشهر واتخلد مش عشان خاطر هو حلو، لكن عشان هو ذكي وبسيط وجه في وقت الصح. لكن السؤال بقى لكل اصحاب البراندات واي حد عنده لوجو، لو انت شلت الاسم من اللوجو هل عندك لسه هوية؟ ولو الهوية لسه موجودة، هل الهوية بتاعتك بتقول مين انت ولا محتاج يتشرح؟